السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة حضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم طريقة الغريبة بطريقة سهلة، لا هتشقق منك ولا هتبقى تفرش معاكي، وهتطلع مظبوطة وناعمة. واقول لكم على الطريقة. بسم الله. هنا معانا كوبايتين سمنة او زبدة زي ما انت عايزة، بس لازم تكون طالعة من التلاجة. لازم يعني السمنة تكون حاطاها حوالي ساعة كده في التلاجة، تكون مجمدة. واضرب كوبايتين السمنة حلو قوي الاول من غير سكر. ودي برضو تركة مهمة قوي، تضربي السمنة اول لغاية لما تبقى معاكي كده زي الكريمة. وكوبايتين السمنة انا هحط عليهم كوباية سكر بودرة. المقادير هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله ناعمة، وهتطلع معاكي مظبوطة ولا مشققة ولا هتفرش منك ولا اي حاجة. تمام. هنا ضربت السمنة كوبايتين السمنة، وبعد كده ادي كوباية سكر بودرة اهو. اضربهم برضو لغايه لما يبقوا معاها القوام كريمي زي كريم شانتيه كده بالظبط. تنسيش اللي اول مره تشوفي قناتي كده تشتركي وتنوريني وتشرفيني، وان شاء الله الغريبه تحوز على اعجابكم. اضرب هنا السمنه والسكر حلو قوي. بصوا القوام بقى عامل ازاي، زي الكريم شانتيه بالظبط. وبعد كده المقدار ده هياخد 4 كوبايات دقيق، يكون نخلاه كويس. انتوا راحتك، عايزه تحطي فانيليا حطي، يعني لو عايزة ريحة الفانيليا في الغريبة حطي باكو فانيليا. تمام. انا هنا طبعا استكفيت بالسمنة، عندي سمنة بلدي ما شاء الله يعني ريحتها حلوة، فاستكفيت بيها. طبعا المتوفر عندك اعمل. بص القوام اللي انا قلت لكم عليه زي الكريم شانتيه بالظبط. بعد كده انزل بال4 كوبايات دقيق. هي سهلة وبسيطة، بس يعني امشي بالتركات دي عشان تطلع معاكي مظبوطة. ده المقدار المظبوط للغريبة. حطيت ل4 كوبايات دقيق، وعجيني بقى ولغايه لما تبقى كده عجينه. تفضلي تعجني فيها لغايه لما تحسها ان هي بقت عجينه طريه معاكي. بصي هي عباره عن سمنه وسكر ودقيق اهو. تعجني فيها لغايه لما تحسي كده السمنه طلعت منها خلاص وبقت ناعمه معاكي اهي. شايفين؟ لا مشققه ولا اي حاجه. شايفين العجينه مظبوطه معايا ازاي؟ هنا طبعا قطعتها زي ما حضراتكم شايفين في صواني. الصواني احسن من السجان، بتوزع كده الحرارة وتظبط معاك في السوا. وعندك طبعا اي مكسرات، عندك اي مكسرات. انا عندي هنا سوداني، اللي متوفر عندك طبعا اعمليه. واهم حاجة في الغريبة السوا، لازم تكون الفرن بتاعتك هادية خالص على درجة حرارة 150، وتخليها كده حوالي ربع ساعة. بصوا شايفينها؟ اقطع لكم واحدة تاني. شايفين؟ تعرفي العجينة ناجحة بتاعتك. بصي لا مشققة ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. ليه؟ لان مقاديرها مظبوطة. واعملها بالطريقة دي وبإذن الله هتطلع معاكي ناجحة. واعمل بقى مقداره كله. بصوا برضو قربت لكم الصورة. شايفين؟ شايفين العجينة ناجحة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهو. وزي ما قلت لك مش هتقعد في الفرن كتير، تكون نارك هادية خالص. انا عايزاها تبقى بيضة كده من فوق ومن تحت اهو. العجينة بسم الله ما شاء الله. هقطع بقى. طبعا الصواني مش هتدين سمنة طبعا ولا السيجار، لان هي طبعا مش هتحتاج. خلاص. وادخلها الفرن لمدة حوالي ربع ساعة، وتكون ناري هادية خالص. واطلعها وادي النتيجة اهي. شايفين؟ مفيش تغيير، زي ما هي. بسم الله ما شاء الله اهي اهو. هوريلك طبعا السوا بتاعها دلوقتي. الله اكبر، يعني ما شاء الله. يا ريت تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. يا رب ان شاء الله الغريبة بتاعتنا النهاردة تحوز على اعجابكم، وعيد فطر كده سعيد علينا وعلى أمة سيدنا محمد. كل سنة حضراتكم طيبين. شايفين من تحت عاملة ازاي السوا بتاعها؟ بيضة من فوق وبيضة من تحت، نفس الوقت مستوية. واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة حضراتكم طيبين.